ازاي اعود عيالي على الصيام في شهر رمضان؟ ازاي اخليهم مستنيين شهر رمضان وفرحانين بيه زي الكبار بالظبط؟ وازاي احببهم فيه؟ عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. وعايزه اقول لكم انكم وحشت. لو اول مره تشوفيني، انا اختك ايه، ودي القناه بتاعتي. اتمنى ان انتي تحطي لايك واشتراك وتنضمي لعيلتي الصغيره. احنا بنعمل روتينيات بسيطة ووصفات، وفي نفس الوقت كل فيديو كده بنختار موضوع وبنتكلم فيه مع بعض. الفيديو اللي فات اتكلمنا ازاي تخلي اطفالك يساعدوكي في البيت عشان يطلعوا متحملين مسؤولية، وعلشان يطلعوا اطفال كويسين ولما يكبروا ما تتعبش معاهم. الفيديو دوت خلينا نتكلم كده مع بعض، والروتين البسيط ده شغال. نعمل ايه في شهر رمضان، وازاي نعرف اولادنا بشهر رمضان ونحببهم في شهر رمضان. اول حاجة خالص، تعالوا نشوف ايه السن اللي ينفع نهيئ فيه الطفل لاستقبال شهر رمضان. احنا بنبدأ نهيئ الطفل لاستقبال شهر رمضان من سن 3 سنين. يعني بنعمل ايه في السن دوت؟ بنبتدي ان احنا نحكي لهم حواديت عن شهر رمضان، او نجيب لهم كتب مصورة فيها صور وعادات بتتعمل في شهر رمضان، ونبتدي ان احنا نحببهم ونوريهم الصور، وهكذا. نبتدي ان احنا نقعدهم معانا ونخليهم يعملوا معانا الزينة البسيطة جدا اللي مش مكلفة، اللي عبارة عن خيط وورق وبنلزقها بمية ودقيق زي ما كنا بنعمل زمان. عندك امكانيات لحاجات اكتر من كده. في الكانسون الملون ده، تعرفي تقدري ان انت تقطعي منه سامبوكسات كده بالوان كتير، وتبتدوا برضو انكم تدبسوها في الخيط او انكم تلزقوها في الخيط. هنا هبتدي ان انا ادخل بهجة في قلب الطفل اللي معايا، وهيبدأ يحس ان المناسبة ديت ده احنا بنوضب لها وبنجهز لها، زي بالظبط ما بنجيب لبس جديد في العيد. برضو شهر رمضان بنجيب زينة جديدة وبنبتدي ان احنا نعلقها ونعلق الالوان والفانوس والكلام ده كله. دي اول حاجة. تاني حاجة، طيب انا دلوقتي ههيئ الطفل نفسيا واحكي له حواديت واخليه يعمل زينة من سن 3 سنين. من سن 5 ل6 سنين هبتدي ان انا اهيئ الطفل عقليا، وان انا اخليه يبتدي ان هو يصوم. يعني طفلك تم 5 سنين، ابتدي ان هو خليه يصوم في شهر رمضان. ازاي؟ ده لسه صغير. طبعا لو الطفل مريض او عنده اي امراض مزمنة، طبعا بنرجع للطبيب الاول وبنستشيره. انما لو الطفل سليم ما عندوش اي مشاكل، ببتدي ان انا ادربه واحدة واحدة. يعني ايه؟ يعني مثلا النهاردة هنصوم مثلا اول 10 ايام في رمضان. مثلا انا بنتي 5 سنين، اول 10 ايام في رمضان هبتدي ان انا اخليها تصوم من الفجر للظهر. لقيتها تمام ومستجيبة، ابتدي اجي على 10 ايام التانيين اخليها تصوم لحد العصر. ولازم ان احنا نعرف الاطفال الفترة اللي احنا بنصوم فيها، وفي نفس الوقت برضو نعرفهم لو انت جعان قوي وعطشان قوي ومش قادر ان انت تستحمل، تعالى قولي، وانا ساعتها هديك اكل وهديك شرب، عشان احنا لسه بنتعود مع بعض واحدة واحدة. ابتدوا حببوا عيالكم في الصلاة وفي ذكر الله وفي الكلام الحلو ده كله. طب احبب عيالي ازاي في حاجة زي كده؟ الاطفال كلهم بيحبوا اي حاجة يكون ليها تشجيع ويكون ليها تحفيز. بمعنى، مثلا انا بنتي النهارده صلت الظهر والعصر، ابتدي ان انا اكلم كل الناس اللي حواليا قصادها واسمعها المكالمه. إيه؟ ايوه يا ماما، ده تلا النهارده صلت الظهر والعصر. انت متخيله؟ شفتي هي بقت شطوره ازاي؟ شفتي في حد بقى في الشطاره بتاعت تلا؟ وهكذا. ابتدي ان انا اعمل لها زي مكافأة. ممكن ان احنا نعمل كده زي كرتونة، ونبتدي ان احنا نحط على الكرتونة ديت مربعات كده زي خانات، ونكتب قصاد كل خانة الصلاة، اسم الصلاة. يعني خانة ونكتب جنبها الفجر، خانة ونكتب جنبها العصر، وهكذا. وابتدي مثلا تلا النهاردة صلت الظهر، تعالي يا تلا انت صليتي الظهر، انت شطورة، يلا ابتدي المربع اللي قصاد الظهر اعملي عليه علامة صح او ارسمي جواه قلب عشان تعرفي ان ربنا بيحبك، وهكذا. هاتي بونبوني كافئي بيه بأي طريقة وبأبسط الإمكانيات وبأقل حاجة. هنا هنبقى عودنا عيالنا على شهر رمضان وحببناه فيه، حببناهم فيه. وهنا برضو هنبقى عودنا عيالنا على الصلاة. العبادات يعني بتشمل حاجتين. بتشمل التعود، ان انت تتعودي على العبادة. تاني حاجة بعد كده بتلاقي الموضوع دخل جوه قلبك وبقى حاجة طبيعية في يومك، زي الأكل والشرب، زي مسكتك للموبايل، زي اتصالك بمامتك عشان تطمني عليها أو أختك. الموضوع كله تعود، لازم نزرع ده جوه أطفالنا من وهو صغيرين زي ما أهالينا زرعوه جوانا. طفلك لما يطلع بيصلي وعارف أمور دينه، انت هتبقي مطمنة عليه باقي حياته، بالإضافة ان انت هتبقي واخدة كنز من الحسنات بعد عمر طويل ليكي وليا.
اعمالنا هتفضل حسناتنا تزيد من ايه؟ من علم نافع، يعني علم ينتفع به الناس، او ولد صالح يدعو لك، او صدقة جارية. فانت كونك ان انت هتزرعي جوه طفلك الدين والصلاة والصوم والتقرب لربنا، فهو دوت الولد الصالح اللي هيدعيلك، وده العلم الناجح اللي هيبقى لك برضو. اعملوا ذكريات مع عيالكم زي ما اهالينا عملوا ذكريات لينا وفي حياتنا. يعني انا دايما ساعات كتير بقعد افتكر، ده كان زمان ماما بتقعد تحكي لي كذا كذا. يعني انا عمري ما انسى بابا لما كان بيقعد ويعمل لنا فانوس رمضان، ولما كنا بنقعد نعمل زينة رمضان من الورق مع الجيران بتوعنا. حببوا عيالكم في الدنيا علشان يطلعوا بيحبوا الدنيا. بس مش هقدر اقول لكم اكتر من كده. انا خرجت عن محتوى الروتين، بس هو الروتين ما فيهوش حاجه، هو روتين بسيط جدا. روقنا الاوضه ونضفناها، وخليت بناتي يساعدوني. انا لمعت الخشب العالي وخليتهم هم يبتدوا يلمعوا الخشب اللي تحت زي ما انتم ما شفتوا. وتلا كنست الاوضه، وبعد ما كنست الاوضه قلت لها شطوره انت زي القمر، واديتها مكافاه بتاعتها. وابتديت ان انا برضو اخد المكنسه واعيد انا تاني على الاوضه، واعيد على الاماكن اللي هي ما عرفتش ان هي تكنسها. بس كده بمنتهى بساطة. ودخلت عملت لهم طواجن مكرونة بشاميل، وعملت لهم بانيه. وعايزة اقول لكم الحركة دي في البانيه حلوة جدا، انا منزلاها مقطع ليرز، مقطع كده قصير على اليوتيوب. ممكن تبقوا ان انتوا تشوفوه. وبس، وقالنا البانيه وقدمنا الاكل، وبألف هنا وشفا على قلبهم وعلى قلبكم. عايزه اقول لكم كفر البانيه هنا ثابت معايا جدا، ومجعد كده زي بتاع الشركات وزي بتاع المطاعم اللي بره. انا بحب اجيب صدور البانيه سليمه على بعضها، وابتدي ان انا اقطعها انا ستريبس وبس. وعملت لهم هنا الاكل وكلنا والحمد لله يا رب. اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واتمنى ان الموضوع بتاع النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. واشوفكم ان شاء الله في مواضيع تانية كتير. واللي فيكم حابب ان احنا نتكلم في موضوع معين ينزل يكتب لي تحت في الكومنتات حابب ان احنا نتكلم في ايه. طبعا اليوم كان طويل وكان في حاجات تانية كتير، بس انا مش كل حاجة بصورها عشان مش حياتنا كلها تصوير بمعنى اصح. اخر اليوم بقى انا عملت كوباية قهوة، قلت اكافئ نفسي كده بيها. وكنت جايبة للبنات شوكولاتة. انا لما بجيب للبنات حاجة او باباهم بيجيب لهم حاجة بيجيب لي انا كمان، لان انا كمان بحتاج ان عارفين لو شوكولاتايه هتطبطب كده على قلبك، لو شوكولاتايه هتفرحك. يعني بابا البنات وهو داخل لو جايب لهم حاجه وما جابليش، انا بقوم بقول له طب وانا فانتي برضو ما تنسيش نفسك، لو بشوكولاتايه لو بكوبايه قهوه. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.